الو. ايه يا دكتوره مستنيه ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ كنت فاكرك اول ما هيخرج مش هتهنيه على ليله واحده، انما الظاهر بنت سيد الغريب خلاص خدت على العيشه الناعمه ورغوت صابون البانيو ونسيت السويس واللي ماتوا في السويس. بيتواضع فرج الأجدع مع العدو الإسرائيلي للتخلص من رجال المقاومة في السويس. بيتهم حسن عز الرجال الناجي الوحيد بخيانة المجموعة وسرقة الفلوس ويحكم عليه بالسجن. بتبحث بنت زعيم المقاومة عن قاتل أبوها وبيخرج حسن من السجن لينتقم. أهلا بكم معنا من جديد. فيلم كتيبة الإعدام أنتج عام 1989 وهو من بطولة نور الشريف ومعالي زايد وممدوح عبد العليم وشوقي شامخ وعلا رامي. بتبدأ أحداث الفيلم في مدينة السويس في يوم من أيام الصمود. راح العدو بيجمع المعلومات عن رجال المقاومة اللي رفضوا هجر المدينة، وعن طريق أحد عملاء العدو فرج الأكتع عرفوا إن سيد الغريب هو الرجل اللي جمع حوله أبطال المقاومة، فوضعوا خطة عن طريق عاملهم للتخلص من سيد وابنه والآخرين معه أثناء الليل. ونجحت الخطة وقتلوا سيد وآخرين، ولم يبقى حيا سوى حسن عز الرجال. لكن الشبهات بتحوم حول حسن فيتهم بالتواطؤ مع العدو الإسرائيلي لقتل سيد وابنه والاستيلاء على المبلغ الضخم لمرتبات قوات الجيش، واللي كان سيوصلها سيد الغريب لرجاله، لكن ليس معه دليل على براءته فيسجن 14 سنة. بيخرج بعد قضاء فترة العقوبة وعنده أمل إنه يبحث عن ابنه الوحيد هاني ليثبت براءته، لكنه لا يجد الزوجة ولا الابن. بتبحث نعيمة بنت سيد الغريب عن قتلة أبوها. تلاحق الشرطة حسن. بيقوم الضابط يوسف بتعذيب حسن لكنه لا يعترف بشيء. في النهاية بتعرف نعيمة إن الأكتع اللي كان بيعيش في السويس هو عين العدو على رجال المقاومة، وكان سبب في موت الشهيد سيد وابنه، وحصل على ثمن خيانته من أموال الجنود. وأصبح الأكتع من كبار رجال الأعمال ومعروفا باسمه الحقيقي أبو خطوة. بيتأكد الضابطان يوسف وكمال من براءة حسن وبيقفوا إلى جانبه وإلى جانب نعيمة الباحثة عن قتلة أبوها وأخوها. وفي لحظة واحدة بيطلق الأربعة حسن ونعيمة والضابطان يوسف وكمال رصاص مسدساتهم على العميل اللي باع رجال المقاومة للإسرائيليين. بنتعرف على سلبيات فيلم كتيبة الإعدام واللي بيحتوي على كل عادات الفيلم المصري في الثمانينيات، وهي كالتالي: العدو الإسرائيلي، الوطنية، والبوليس اللي بيقف مع المجرم لما يحس إنه مظلوم، العربيات اللي بتعمل صوت العجل على الرغم إنها لا ماشية بسرعة ولا داخلة شارع، طبقة الهليبة وأغنياء الحرب، الخيانة للوطن وإلخ. الفيلم التمثيل والإخراج فيه ضيع قصة مش بطالة، وهي قصة حسن عز الرجال. اسمه لوحده بيدل إنه فتوة. قام بدوره نور الشريف اللي تم اتهامه ظلم أيام حرب السويس في خيانة الفدائيين وتسليمهم للإسرائيليين، مما أدى إلى استشهاد قائد المجموعة سيد الغريب واتهام عز الرجال اللي اتسجن 14 سنة. بعد ما يقضي المدة بيخرج عز الرجال وبيشوف البلد اللي بقت آخر انفتاح، وتحاول معالي زايد اغتيال عز الرجال لأنها بنت سيد الغريب، لكن حسن بيثبت لها إنه بريء. يخليني أغير قراري. أنا مش عايزك تغيريه، أنا برجوك تنفذيه في الحال. أنا ما عنديش أي إحساس بالذنب لأني ما ارتكبتش الذنب ده. خلصيني، أنا من زمان عايش في عذاب ملوش معنى. اضربي وتأكدي إنك بتقدمي لي خدمة كبيرة قوي، بس مش هنا. نروح أي مكان بعيد عن بيتك، نطلع الصحراء. اضربيني وحطي المسدس في إيدي، وقبلها هكتب لك ورقة أعترف فيها إن أنا اللي انتحرت. يعني
اثبت لبنت القتيل وما اثبتش للمحكمة. ما علينا. في نفس الوقت عشان تتأندل ليلة حسن يقرر 2 ضباط وطنيين، ايوه فيلم يلي بتسأل السؤال اللي في دماغك، انهم يرخموا على حسن ويعاملوه كخائن الى ان اقتنعوا ايضا انه بريء. واضح ان القاضي الوحيد اللي هو ما اقتنعش. بتبدأ رحلة البحث عن الخائن الحقيقي في تمثيل ضعيف للغاية من معالي زايد، اللي بتطلق شعارات الوطنية اللي اتعلمتها من أبوها بدون أي إقناع للمتفرج، وحوارات الضابطين ممدوح عبد العليم وشوقي شامخ أشبه بحوارهم في مسلسل ليالي الحلمية، غير مقنعة إطلاقا للمتفرج الحالي. أيام الثمانينيات كان ياخد أوسكار نور الشريف في دور مقرر ليه وأسلوب أداء أوفر قوي في شخصية من لا يزال يعيش فكر الفدائي رغم حبسه 14 سنة. لم تؤثر عليه في شيء، ويكرر نفس الشعارات اللي أراد عاطف الطيب المخرج إيصالها للمشاهد عشان يحفظها ويرددها زي المدارس بدون أي فهم. المهم الخائن يطلع عبد الله مشرف اللي كان اسمه الأكتع الأعرج في رجله، وبيصبح أبو خطوة باشا من أغنياء فترة السبعينيات وانفتاحها، وعنده شركات وسوبر ماركت. بعد التأكد إنه الخائن بتقرر كتيبة الإعدام نور الشريف ومعالي زايد وممدوح وشوقي شامخ تنفيذ الحكم الشعبي في الخائن بالقتل في السوبر ماركت. بس هو مش حاسس انه بني ادم. الناس والظلم والدنيا خلوه حشرة، بكتيره حيوان بيتحدى. الفيلم كله كوم، والمشهد الأخير كوم لوحده. المجموعة بتخش السوبر ماركت والمسدسات في ايديها ومحدش قال لهم بم ماشي نعديها. عبد الله مشرف بيجري منهم ويقع دورين على السلم وهو الأكتع، ويقف يكمل جري، وبدون أي سبب يقرر عاطف الطيب إنه يقنع عبد الله مشرف إنه يلف وشه ليهم ويوقع كل المنتجات على أحد رفوف السوبر ماركت. اكيد هي اللي موصياكي تنكري طريقها عشان هاني يفضل معاها وما اقدرش اوصل له، لكن لا، انا مستعد ادخل السجن مره ثانيه في واحده زيك. معرفش لا ده عمري اشتري عمرك بعنوان مثيره. جايز عايز يوصل ان الهليبة هتقع بس محدش فهم، الى ان تأتي لحظة القصاص، وبعد ما يكون الأكتع استسلم على الارض يرفع ال4 مسدساتهم، ايوه الضباط معاهم، ويقوموا باعدامه، ومفيش موظف عنده حاول يلحق ولي نعمته. بيتم محاكمتهم في مشهد اشبه بضد الحكومة لأحمد زكي. كل الصحفيين والمتضامنين مع الأبطال منهم نقابة المحامين بأكمله، ويجي رجل شبه شكوكه بلكنة شامية إنه محامي نيابة عن المحامين العرب، وطني حبيبي الوطن الأكبر، وترفع الجلسة للحكم بعد أسبوع، وبراءة إن شاء الله يا رجالة.